و اللهم صل على النبي. ودي العجينه بتاعت البسكويت اللي عملناها ما شاء الله بكيلو دقيق بس، عملت لنا ما شاء الله كميه كويسه جدا. وبعدين غير كده كمان العجين نفسه لا نفش ولا ساح ولا عمل اي حاجه خالص. يعني بصي العجين اهو زي ما هو، بص في السجاده اهو نفس الحجم اهو، وبصي ما استوى بقى حجم ازاي اهو. ده صاج لسه طالع اهو، وده اما استوى اهو. بصي ما شاء الله تسقيته كمان جميله ازاي، نفس البتاعه، نفس المقياس ونفس كله، ولا زاد ولا عمل اي حاجه. وتسويه ما شاء الله جميله جدا. اللهم صل على النبي. نفس العجينه اهي ونفس الكميه هي اللي استوت، لا فرش ولا ساح ولا اي حاجه خالص. المقدار ده جميل جدا، وما كتروش النشادر عشان النشادر هي اللي بتخلي البسكويت يسيح. وحط المقدار بالظبط، السمنه زي السكر كده، هيبقى نفس الكميه نفس الشكل ونفس المنظر ده. ويا رب يعجبكم الطريقه دي، وان شاء الله بامر الله هتدوق احلى بسكويت بمشيئه الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم.